السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هندخل بقى في الجزء التاني بتاع الرحلة. هنا دخلنا عند بوابة المعز. طبعا البوابة أثرية ومن أيام الحكم الفاطمي على ما أظن. يعني أنا مش خبيرة قوي في التاريخ، بس المباني دي كلها من أيام الحكم الفاطمي. هنشوف دلوقتي مناظر بصراحة بترجعنا لزمن جميل احنا شفناه في الافلام، وشفنا تصوير افلام الفتوات والحاجات الحلوة دي، الافلام بتاعت نجيب محفوظ. اه تحسي ان انت جوه الفيلم اساسا في المكان ده. انا بقيت مبهورة من المباني والمشربيات والبيوت المبنية من الحجر، والبوابات المعمولة الخشب الجامد ده اللي هي بقالها سنين، يعني مئات السنين، ولسه محتفظة بشكلها. في يعني طبعا مع عدم الاهتمام والصيانة للأماكن اللي زي دي، في حاجات طبعا باظت يعني، وفي حاجات وقعت وجدران اتهدت أكيد. بس في بواقي كده حاجات، أماكن تحفة. يعني أنا بقيت ماشية مبهورة، مش عايزة أسيب مكان ما صوروش. يمكن أنا إيدي بتتهز لأن أنا ما كنتش مركزة إن أنا أصور، أنا مركزة إن أنا أتفرج. فيعني على قد ما قدرت كده أنا صورت. شوفوا البوابة دي وجمالها، ده مسجد قديم برضو. كل ده في شارع المعز. بصراحة المناظر دي كلها كانت اخداني لعالم تاني. وده برضو شوفوا المبنى كله من الحجر، ولسه محتفظ بشكله وبهيئته. حاجة ما شاء الله جميلة جدا. مصر كلها جمال بصراحة. انا قاعده ماشيه في الطريق، والله قاعده اخبط في الناس لان انا مش مركزه في التصوير، ولا انا ماشيه زي انا ببص على المناظر الحلوه دي. وكان نفسي اوريكم اللي انا شفته انبهرت بيه بصراحه، لان يعني انا رحت قبل كده وجيت الازهر، وجيت الحسين وكده، بس ما دخلتش شارع المعز. فده كان اول مرة ادخل شارع المعز. بصراحة انا كنت بشوفه في الافلام، نفسي اروح المكان ده. انا جاي القاهرة عشان اجي المكان ده. لما جيت بصراحة عجبني جدا المنظر والجو كله، الجو كل المكان تحس فيه حاجة مختلفة. ما كده كنا خلاص وصلنا عند المسجد الحسين. طبعا كنا وصلنا على اذان العشاء، والحمد لله ان احنا لحقنا نصلي العشاء. اخدنا صلينا العشاء جوه، وبعد كده دخلنا زرنا مقام الحسين طبعا، وقرينا الفاتحة ودعينا. بصراحة جو كده روحاني جميل. انا بحب المكان ده جدا وبرتاح فيه نفسيا بشكل غير طبيعي، مع ان المكان زحمة ودوشة، وانا مش من طبيعتي بحب الدوشة. بس ما اعرفش، يعني المكان ده كنت مرتاحة فيه جدا. هنا طبعا داخلين على المزار، المقام بتاع الحسين، المكان اللي اندفن فيه جزء من حفيدنا ابن حبيبنا علي، وحفيد حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. مكان مقدس بالنسبة لنا، لأن فيه جزء من النبي عليه الصلاة والسلام، حفيد النبي. انا مش مركبه الكلام يا جماعه، بس يعني اكيد واصلكم الاحساس. احنا كده داخلين على المقام. الناس متلهفه على المكان بحب يعني. اسفه يا جماعه، انا عندي دور برد. لما رجعت من الرحله دي خدت دور برد جامد يعني، بس الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده المنظر روعة، والتجمع مع الناس، والمقام الناس كلها متلهفة انها تكون قريبة منه.
طبعا في حاجات مش مقبولة بتحصل زي التمسح والبكاء ومعرفش ايه. بس يعني ساعات الناس بتبكي مش عشان معرفش، يعني هي روحانيات، حاسين ان احنا حاجة قريبة مننا، مقربانا للنبي وأحفاده وأهل بيته. دي حاجة لوحدها بتخطف القلب كده، يعني إحساسها حلو. فأنا يعني كنت ما بكيتش، بس كان معايا أختي دلوقتي هتشوفوها ما كانتش قادرة تمسك نفسها، مش عارفة يعني، حتى تقولي يا رخمة ما تصورينيش. ودخلنا برضو عند المقام، حاولت ان انا اقرب قوي للشباك علشان اجيب المقام من جوه اصور لكم. وربنا وفقني، يعني الحمد لله انا دخلت جوه. الناس بتدعي وكل واحد فيه حاجة تعباه بيدعي ربنا، وربنا يتقبل من الجميع يا رب. اختي زي ما قلت لكم اول ما شافت المقام، مع انها مش اول مرة، كنا جينا برضو قبل كده مع بعض، بس هي روحانيات بقى بتضطر الواحد ان هو ساعات ما بيقدرش يبقى ماسك نفسه شوية. هنا انا دخلت عند المقام وعايزة اصور من جوه، انا كان نفسي ادخل جوه اساسا، بس طبعا هم عاملين شغل حلو جدا، يعني مكرمين المقام بشكل يليق بيه. هنا انا كنت بطبطب وكأني بطبطب على الحسين، بتأسف له على اللي حصل معاه. مش عارفة، كان عندي احساس كده ان انا بطبطب على حاجة او بطبطب على نفسي، فبطبطب على المقام، يعني مع حاجة غير ارادية. انا ما اعرفش، انا مشفتهاش الا وانا بمنتج، والله ما اعرفش ايه انا كنت بعمل ليه كده، او بطبطب على المقام ليه، ما اعرفش. ده المقام من جوه طبعا مكسي بالخضار القطيفة الخضراء ومزخرف بصراحة. كل حاجة هناك حلوة، كل حاجة في المكان جميلة. بعد كده بقى خرجنا، رحنا الاتوبيس تاني، اتجمعنا كلنا وهنطلع بعد كده تقريبا على الملاهي. بعد طبعا الروحانيات دي كان المفروض دي كانت تبقى يعني ما كانش، لا كنت خلاص يعني تقريبا فصلنا، وحتى شايفين لولو ورا كانت نامت مننا خلاص، فصلت يعني من التعب. مشينا كتير ورحنا اماكن كتير برضو، وجايين من طريق طويل، فكان بصراحة هي رحلة جميلة، بس تعبنا من المجهود اللي احنا عملناه. احنا كده دخلنا الملاهي، واول ما دخلوا الملاهي صحوا فجأة والروح ردت فيهم، ما تفهموش ايه اللي حصل لهم. آه، دخلوا على الالعاب ويلا استمتعوا برضو. هم خايفين، طب طالعين ليه؟ مش فاهمة، حاسس ان هم بيضربوهم في الخلاط. ودخلوا على اللي بعديها. يعني انا ما صورتش كل الاماكن، انا خدت كده مقتطفات يعني من المكان. وهنا بقى اللعبة دي اللي كانت بجد فظيعة، وقال ايه عايزين اطلع معاهم؟ اطلع فين؟ اطلعوا انتوا. سبتهم هما بقى ايه، يتشقلبوا في البتاع ده، اسمه ايه، البساط باين ولا ايه.
كانوا بيودعونا يا جماعة. بجد انا قلبي بقى يتخطف من اللعبة دي وانا بره، فما بالك بقى اللي جوه يعني. ما بحبش الحاجات الالعاب الفظيعة دي يعني. خليكوا على الخفيف يا جماعة. بس هما فين تقول لمين؟ ما دماغهم كده. ايه احلى لعبة لعبوها هي دي. ده انا بقيت خايفة وانا تحت بتفرج عليهم. يا نهار، انا مش عارفة استحملوا الحركة دي ازاي. بعد كده رحنا سيتي ستار. المول ده كان رهيب بصراحة. انا جبت لكم برضو اجزاء منه. انا كنت خلاص بجد خلصت مجهودي، وكنت مفيش صحة خالص ان انا امشي واطلع وانزل. بس انا دخلت قلت ايه، هبص كده اصور تصوير من تحت كده وخفيف وارجع الاتوبيس تاني. لقيتني انسحبت بقى، لقيت انبهرت برضو بالمنظر. المول كبير جدا وفي حاجات حلوة كتير يعني. محلات بقى، ماركات ماركات العالمية، لبس واكسسوار وساعات وما اعرفش ايه. في كل حاجة يعني، في كل حاجة. وهنا طبعا مدينة التلج. انا لو كانت معايا لولو كانت قالت لي ادخل، بس الحمد لله كانت تعبت واتهدت وقعدت في الاتوبيس. هنا انا ما لقيت نفسي فوق فبصور، خايف اقرب. انا ما بحبش الاماكن العالية، بخاف منها. فانا بصور وانا ماسكه في البتاع كده، في الحديد ده، وخايفه اجيب الارض يعني. انا خايفه اصور، ما ببعد بصور من بعيد، مش عارفه اركز. بعد كده قلت لهم يلا بقى ننزل. نزلنا في الاسانسير الازاز ده، ويا ريتنا ما نزلنا فيه لان انا كنت بحس ان انا بغرق. ما اعرفش يعني. انا بنزل بركب اسانسيرات عادي، بس ده عشان انا شايفه وانا نازله، فكان بالنسبه لي مرعب بصراحه. مش حاجه ممتعه، بس انا جربته وخلاص. ده كده نهايه الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده او خروجه جديده. اسيبكم في رعايه الله. مع السلامه حبايب قلبي.